أولا تهانينا، شكرا على ما كل قدمتموه. لو تكرر الأمر ما كان بإمكان وليد أن يغير أو يحسن بالأحرى. إذن بما أنني دماغي صلبة لن أتراجع. لقد كان لدينا في بداية هذه الدورة 0.01% من إمكانيات الفوز بكأس العالم. وصلنا المربع الأخير من كأس العالم ولعبنا فقط ضد كبيرة، وأنا كمغربي وأنا الشعب المغربي الذي أعرفه. حسنا أعرف كل ذلك، وأنا أحمد الله إن كان لدي رسالة فأقول لهم نحن في الأربعة الأوائل في كأس العالم. وحتى لو سألت أيا قبل هذه الدورة لن يؤكد لك أننا سنقاتل بهذه الأسلحة ونصل إلى المركز الرابع. كنا نحلم فقط بتجاوز الدور الأول، والآن وصلنا مرفوعي الرأس. وفي 2026 إذا ما كنت في كأس العالم ربما قد يكون لدي خبرة وقد نغير الأمور، وربما في 2026 سندرك ما الذي قدمناه في 2022. ليس لدي ما ألومه على اللاعبين، أعتقد أنهم بللوا بالعرق القميص ونضلوا من أجل وطنهم. اليوم هنالك أقوى منا، فرنسا أقوى منا، كرواتيا هي أقوى منا، ليست أقوى منا بالتحديد، ولكن علينا أن نقبل بهذا الفرق وأن نعمل حتى نتجاوز هذه وذلك ما نعمل عليه في المغرب منذ 10 سنوات، وأظهرنا أننا لسنا بعيدين عن هذا الهدف. ليس لدي ما أغيره.